يعني ايه علشان الجرافيك ديزاين؟ الجرافيك ديزاين يعني ببساطة هو انك بتستخدم الصور والاشكال والالوان والرسومات في انك توصل رسالة او فكرة معينة بشكل بصري جذاب. يعني اللوجو اللي بيميز شركة معينة، البوستر اللي بتشوفه في الشارع، الكارت الشخصي، ده كله تصميم جرافيك. طب اشتغل بيه ازاي؟ عن طريق الفوتوشوب لتعديل الصور، الاستريتور لخطوط ورسومات. لو انت بقى مبتدئ ومعكش برامج وعلى قدك كده زي حالتي، في موقع اسمه كانفا سهل ومجاني، وفي قوالب جاهزه تقدر تعدل عليها. طب اتعلم منين؟ اليوتيوب الاسهل والاسرع والمجاني، في كورسات بالعربي وبالانجليزي، وفي منصات زي ادراك، يوديمي، كورسيرا، في منصات مدفوعه بالعربي زي مينيتور. ينفع فرص الشغل كتير. طبعا في شركات محتاجه اعلانات، في اصحاب بيزنس صغير محتاجين لبوستات للسوشيال ميديا، في مطابع محتاجه لديزاين للكروت الشخصيه والبوسترات اللي في الشارع. لو عايز تشتغل بقى من على النت تقدر تفتح حساب في مواقع زي خمسات، فايفر، مستقل، ابورك. الخلاصه، تصميم الجرافيك هو اول باب في عالم التصميم، سهل تبدا فيه ومليان فرص شغل. وتعمل ايه في سلسله التصميم؟ كان معاك محمد اشرف في لاشينكو ريفيو.